تحققت بفضل الرؤية. الفريق الوطني النسوي لكرة القدم، الله يبارك في عمر سيدي. ذكرى عيد العرش المجيد، ذكرى للاحتفاء بكل فخر واعتزاز ووطنية صادقة بالمنجزات العظمى التي تحققت في العهد الزاهر لقائد الأمة وصانع أمجادها ومحقق نهضتها وعزتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. إنجازات تحققت بفضل الرؤية الاستباقية والمتبصرة والرائدة لجلالة الملك، والتي جعلت من المملكة بلدا صاعدا متقدما مزدهرا ينعم بالأمن والأمان والاستقرار. هي مناسبة وطنية مجيدة يشكل الاحتفال بها لحظة قوية وعلامة بارزة وحلقة مضيئة في السجل الذهبي للملاحم البطولية والوحدوية التي تجمع العرش بالشعب، بين عرش مجاهد بان وشعب وفي مخلص عاهد الله والوطن على المضي قدما من أجل تحقيق الإنجازات وكسب الرهانات وإعلاء شأن الوطن وبناء مجده وقوته بكل تفان وإخلاص ووفاء للشعار الخالد: الله، الوطن، الملك. ولعل من بين تجليات هذا الزخم الوافر من العطاء الاستقبال الملكي لأعضاء المنتخب الوطني المغربي النسوي لكرة القدم. هو تشريف ملكي لهن وللرياضة المغربية لما وصلت إليه من تقدم ومستوى رفيع على كل المستويات القارية والدولية، وذلك بفضل الرؤية المتبصرة لجلالة الملك حفظه الله، الذي وضع الأسس الصلبة والخطط الحكيمة لتطوير الرياضة ببلادنا في مختلف المجالات والمستويات، من بنيات تحتية وتكوين أكاديمي رفيع يحتضن الكفاءات ويصقلها لتشرف الرياضة المغربية. عناية ملكية بالشباب والرياضة، هو تكريم ملكي للمسيرة المتألقة التي بصمت عليها أعضاء المنتخب الوطني المغربي النسوي لكرة القدم في كأس إفريقيا للسيدات نسخة 2024 ببلوغهن الدور النهائي للكأس القارية التي احتضنتها بلادنا بنجاح باهر بما يليق بهذه المنافسة القارية وبضيوف المملكة من حفاوة الاستقبال وحسن التنظيم. وكان جلالة الملك حفظه الله قد أشاد في برقية التهنئة التي بعثها لأعضاء الفريق بالروح التنافسية المثلى وبالحس الوطني العالي الذي أبانت عنه اللاعبات طيلة أطوار هذه البطولة، وحرصهن الشديد على تكريس الحضور القوي لكرة القدم المغربية قاريا ودوليا، وتمثيل الرياضة النسوية الوطنية أحسن تمثيل وكسب المزيد من الألقاب. فالمغرب نال إعجاب العالم بما ركمه من إنجازات تلو الأخرى، سواء في المنافسات الرياضية القارية والدولية أو من حيث البنيات التحتية التي أنشأها أو التي انخرط في إنجازها. احترافية وبنيات تحتية عصرية وحديثة في مستوى رفيع مكنت بلادنا من احتلال مراتب متقدمة على جميع المستويات. هي فرصة لتجسيد الرؤية والإرادة الملكية السامية في تعزيز ركائز مغرب متقدم صاعد، مغرب يشهد دينامية تنموية شاملة، مغرب دامج وسيادي يؤسس بإرادة قوية وثقة في المستقبل لانتقال المملكة نحو بعد جديد وأفق أرحب وواعد للتنمية، كما يشكل إرثا حضاريا مستداما للأجيال المقبلة. استقبال ملكي للمنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم يعكس العناية السامية التي مفاتئ جلالة الملك حفظه الله يوليها للشباب والرياضة.